الله يسعد لي مساكم ويسعد لي صباحكم مع فرق التوقيت. اسمحوا لي شوي اني اعلق على موضوع الازمة اللي بتصير عندنا في الجسر ما بين الحدود الفلسطينية والحدود الاردنية. يعني امتهان الكرامة وقلة القيمة، كل هذا اللي عم بصير على الجسر ما حدا قادر يعرف المشكلة وين، لانه الكل برمي على الثاني. يعني بتقول لجماعتنا شو المشكلة؟ بقول لك من عند اليهود. طبعا اليهود فيش اكسس ان حدا يسألهم او يحكي معهم. بتسأل برضه بالطرف الثاني بقول لك المشكلة مش من عندنا، من عند اليهود. فالكل بيعلق على اليهود. خلينا احنا هيك ناخد مثال. بروحوا جماعتنا بفوتوا 10 باصات، اليهود برجعوا 3 وبفوتوا 7. طب مين قال لك تفوت 10 باصات؟ بقول لك ما احنا على امل وهيك انه هم يفوتوا ال10 باصات نحرجهم يعني. طب يا جماعة الخير، في سؤال تاني. ما فيش عنا خط للتأكد بأنه أحد الأشخاص عنده شيء طارئ مضطر أنه يطلع مثلا امتحان في الأردن، عنده طيارة، مش مقيم في البلد جاي زيارة بده يروح، عنده مشوار مهم وملتزم بوقت، بحيث أنه نعطيه أولوية. كمان شغلة، هاي الفي اي بي منين طلعوا لنا فيها؟ ناس بتروح على الفي اي بي وكمان ما بتطلعش بالفي اي بي، لانه خيار وفقوس وبندوره. وانا ما رايت في هذا الاشي صراحه تبعت الاحجز، وهذا بيعطي الورقه لهاد وهذا بيغمز هداك وكذا وبمرق. شغله الثانيه، العمره يا جماعه الخير. يعني انت لو تيجي تمسك اللي طالعين على العمره يا سلطتنا الوطنيه، اعملوا انه ممنوع اللي فوق ال15 عمره يطلع في وقت الازمه عادي. وين المشكله؟ ما في ناس عاملين 26 عمره. يا اخي باصات العمره اللي بتطلع، انا مش فاهم. احنا في وضع اقتصادي ووضع سياسي سيء جدا. انا مع انه السياحة الدينية ومع انه الواحد يطلع ويتعبد، والله صل على سيدنا محمد كلها، بس منزيدها شوية يا جماعة، شويتين منزيدها، مش شوية، شويتين منزيدها. باصات عمرة، الأولوية للعمرة، باصات عمرة يا جماعة. في ناس عندها مدارس جاي زيارات عند أهاليها، في ناس عندها امتحانات، في طلاب، في عندك ناس مقيمين، في ناس عندهم طيارات، على الطيارة تذكرتها 1500 و2000 يورو و2000 دولار و فالمفروض يكون في عنا إدارة. هلا الإدارة من وين بدها تبلش عشان احنا ما نضلش نرمي على اليهود انه ما عندناش اكسس نحكي معاهم؟ تمام، تبلش من عنا. من عنا عادي يرتبوا الأمور. يا جماعة الخير، العمرة أجلوها شوي عبين ما احنا نمشي الناس اللي بيعطي ورقة أو بيعطي دلالة إنه هو مضطر، عنده سفر بده يخرج برا البلد، في عنده امتحان، في عنده كذا. مش كلنا نروح نتكدس هناك ونجتمع فوق بعض وكل دافش ونسوان وأطفال، وهذا بنام على 5 وبنام على 6. مش معقول هيك يعني. هذا الحكي كتير عم بصير. وللأسف الفلسطيني لما بيجي بده يطلع من بلده بهذا المكان بالذات يفقد كل شيء يمس للإنسانية، لا كرامة، لا نظافة، لا وقفة، لا كذا، التعامل المش عارف شو، الصياح، كل هاي القصص. فإحنا لازم نعمل مسابقة إنه من يعطي حلول خلاقة لأزمة الجسر، بحيث إنه الكل ياخد حقه حتى بالترتيب. يعني أول أسبوع لكذا، ثاني أسبوع لكذا، خلص بيطلع الواحد عارف إنه أنا اليوم بدي أمشي. تمام. وبينكم الله يحكوا مع يعني الجهة الإسرائيلية إنه كم باص بدكم باليوم عشان نتفق. بقول لك احنا ما بنعرفش شو بيحكوا لنا بنجيب. كيف يعني يا جماعة الخير؟ يعني كيف يعني؟ اعملوا، طلعوا الليمت اللي دائما بيطلبوه اليهود. مثلا بيطلبوا 7 باصات، قول يا عم احنا بس يجي لنا 7 باصات من فئة كذا، والمرضى واللي بده يطلع يتعالج واللي عنده علاج مع الدكتور، اللي عنده موعد مع كذا وعنده موعد مع كذا. بس المهم نرفع الخروجية وحدث ولا حرج، والرب ياخذ الجميع. مساكم سعيد.